جي رجع النهارده بفيديو جديد وحلقة النهارده من البرنامج الأقرب إلى قلبي ما ترحمونا بقى. وحلقة النهارده بتتكلم عن الحلاقة. ليه؟ عشان الحلاق في مصر ما بقاش يهتم بشعرك، لا ده حرفيا بقى يهتم دلوقتي ان هو يفتح الكاميرا قبل ما يفتح المقص، وحرفيا بقى ممكن يشيلك نص شعرك ويخليك شبه محمد الزبال، وده كله لاجل ان هو يطلع ترند. والاهم من كل ده ان انت تشترك دلوقتي في القناه عشان نوصل مع بعض ل 300,000، وكمان عشان تكون رفيقي في هذه الرحله المرموقه. وعشان حلقه النهارده زي ما قلت لكم بتتكلم عن الحلاقه، فقررت ان انا اجيب الحلاق اللي انا اعرفه في حياتي. هو المشكله ان محدش غيرك هو اللي يعرفني، يعني الناس ما تعرفش ان انا حلاق اصلا، يعني لو شافوني في الشارع يفتكروني بني ادم طبيعي جدا عادي. هو في بني ادم طبيعي وفي بني ادم حلاق؟ ايوه ما الاثنين بني ادمين طبيعيين يا اسطى. الحلاق ده حاجه تانية لوحده. ليه؟ لا ده بمفرده كده كاريزما خالص. هو انت بتضحك على ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ هو ايه ده؟ انت بتضحك على ايه ايه؟ اللي انتوا بعتولي ده؟ انت فاكر لو ده بيضحك فانت فاهم غلط. ده فيلم رعب بالنسبه لنا. ده فيلم رعب. عندي الجهاز ده جايبه من الصين. ده ايه ده؟ ده ذكاء اصطناعي. ده الناس فاكره ان هو بجد. انت مشغل لنا فيلم رعب. ده انا كنت خايف. هو ايه العبث ده؟ هو ازاي قابل على نفسه كده؟ يعني ازاي سمح لها ان هي تخش محل حلاقه رجالي ويعمل فيديو زي ده؟ طب افرض واحد دخل دلوقتي عايز يحلق، هيحلق ولا هيعمل ايه بالظبط؟ هم مين دول؟ هو اصلا مين ده؟ وايه اللي هو عامله ده؟ راجل يا كويس تقول عليا مش كويس، الغيرة مشاكلها كتير. هو ايه ده؟ هو ده الواحده ايه ده؟ انت بتصور؟ يعني مش واخد بالي. النايم الواد يا عيني كان عايز يبين التدريجه، يعني هو هنا الواد كان عايز يبين التدريجه بتاعت الجنب ده، هو قام فايق مره واحده. طب خلاص خش على الجنب التاني. انت بتصور؟ ده فيديو عادي؟ نخش على الجنب التاني على طول. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is it's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that. طب تعرف انت اقول لك على حاجه. انت بتضحكش ليه؟ اضحك ليه يا ابني؟ ما تضحكش ليه؟ اضحك ليه؟ مش لازم اضحك. مش لازم. انا ضحكت لما شفته. والله ما مش لازم تضحك. انت ده هو ده ضحك. لما تاخد اللي قدامك على قد عقله. ايوه فاهم. اصعب انواع الخيانه. هو مدرج عند حد تاني؟ هو مدرج عند هو في العادي اصلا يعني لما بيكون واحد مدرج عند حد تاني ممكن ما يبصش للحلاق، ولو بص له كده ده سؤال ده كده ليه بتزعله؟ يا عم عادي ما بزعلش ولا ايه حاجه. اللي زعلك مثلا ان انا اروح اشتري من سوبر ماركت بره؟ عادي كده اللي انت عايزه. طب ليه بقى بتزعل لما انا ممكن احلق بره؟ اما انت لو حلقت بره يبقى انا كده مقصر معاك. هو ده كان افيه صح؟ ده اللي هو قصر معاك. ده انت فظيع. انت قفلت الافيه. انت قفلته. ما انا قفلته بافيه ليا. طب انت اللي قايل لي قصر يا اسطى. ده كان افيه حسبتها في دماغي. طب مين الصغير ده؟ هو بيحلله من وهو صغير؟ لا هو خان بقى العشرة وخان العشرة وخان كل حاجة. ايه اللي قلته ده؟ عامل لي هم فوق. عامل لك حاجه حلوه على ذوقك. انا عايز استشوار شبه السحليه. سحليه مين يا عم؟ احمد السحليه اللي حدانا في البلد عامل استشوار عجيب. يا عم بلا استشوار، وفي حد لسه بيعمل استشوار؟ هعمل لك حاجه حلوه انا. هتعمل لي ايه يعني؟ هات كده محمد الاسبونج يا محمد. هيعملوا استشوار بالسبونش ولا ايه؟ قال انا عايز استشوار شبه السحليه. ده يا اخويا ده انت جايب لي لفه تحملني. يا عم لفت ايه يا عم؟ اهدى يا عم. ليفه هلا انت جايب لي تحميني. الاسبونش بقت طب تعرف ان هم كده فاكرين ان بجد الاسبونش والحاجات دي حاجات وحشه. مين هم؟ الفلاحين. هعمل لك كيرلي. انت هتحملني انا مستحمى قبل ما يا اجي. عم هعمل لك كيرلي. كيرل ايه مش عايز كيرلي. انا مستشور. كيرلي ايه ده؟ بيفكرني بعمرو لما قال له انا مش عايز انا مستشور. مش عايز كلنا مستشور، حتى الكريم خلى ينور ولا بصراحة عليه الله أكبر. أكبر يا زميلي. حصل عمرو. بس هو كان هنا بيقلد صوت فارس السكر. حلقة شعر بيقولوا عنها انها ب76,000 جنيه. حلقة شعر بيقول عنها ب76,000 جنيه. اللي بيقول كده. الفكرة بقى انهم منزلين الفيديو بتاع الشاب ده على صفحتهم على تيك توك، وبيقولوا ان الحلاقة دي متاحة كمان بالتقسيط. انت عارف فاكر الاعلان اللي انا عملته لك؟ فاكر الزبون اللي ده؟
قلت ساعتها خلي بالك انا في فانز من عندي بيجوا يحلقوا عندك، انا المفروض ليا نسبه. لقينا واحد صغير داخل علينا عيل صغير داخل على عمه معايا 30 جنيه ممكن تحلق لي؟ قلت له ده الفانز بتاعك. هات باقي الحلاقه، هات باقي الحلاقه اللي الفانز بتاعك جاي يحلق لي. الصوت ده بيدي ايحاء ان في فيديو بيضحك جاي في السكه. الواد قلب كلب بقى بيجري بيده ورجله دلوقتي. مش عايز كرل انا مستشعر. هي بتقول لك هات 1000 جنيه عشان اروح الكوافير، انا وصاحبي عند الحلاق ب 20 جنيه يوم الوقفه. افرك يا شيخ، افرك طلع الوسخ كله، ها وسخ كله طلع خلاص، لا تخلي ولا حته وسخ. افرك الله يديك الجنه يا شيخ. افرك 20 جنيه بالنسبه للفلاحين. الفيديو ده جامد قوي، تعالى نسمعه واحنا مغمضين. افرك يا شيخ، افرك طلع الوسخ كله، ها وسخ كله طلع. ايه ده في ايه؟ خلاص لا تخلي ولا ايه ده؟ لا مش هقدر مش هقدر، الموضوع صعب يا جدعان، الموضوع صعب اقسم بالله. ايه ده؟ بقول لك ايه، خد سؤال بقى ليك انت كحلاق، هل انتوا فعلا اتفضل. بتبصوا على الفلوس بعد ما احنا بندي ظهرنا ليكوا؟ هو ساعات وساعات، يعني لو واحد شكله حرامي زي ده كده اكيد هبص على الفلوس ورا منه. يعني هحس، هبقى حاسسها. لا فاهم؟ لكن لو زبون قيمه زي يعني لو زبون حرامي زي ممكن. تحديد ايه في جيب؟ اديتك 100 جنيه. ازاي دي 5 جنيه اهي؟ لا يا عم انا مديك 100 جنيه. 100 جنيه يا عم، دي 5 جنيه اهي. ده انا بص مفضي لك جيوبي مخصوص ليك. هو ليه بيتكلم كده؟ عشان انت كل مره بتسيب لي 5 جنيه وبتمشي. ربكم يا جدعان، الواد ده خلاص قفلني وانا زهقت منه. ايه يا عم التدريجه المعرصه اللي انت بتعملها دي يا عم؟ هو انت بتحلق لعيل صغير؟ منظر التدريب، الفيديو اللي جايبنا علشانه، الفيديو اللي جايبنا عشانه. كنا مره انا وسانتوس في المحل عنده وما كناش صحاب قوي، فواحد دخل علينا، سانتوس كان كارف له، فقال له بص يا زميلي انا خلاص بره، بص يا زميلي التدريجه، ولف كده. انا كنت واقع على وشي على الارض جدا. انا صورته ساعتها، وقفته وصورته والله، وقفته وصورته. اهي يا جدعان اهي. شباب كل الحلاقين اللي موجودين في المكان بعد اذنكم ممكن بس تسمعوني 5 دقايق. اللي بيدرج يجي كده، واللي بيعمل استشوار يجي كده. اللي بيشيل دقن يجي كده. لا يجي كده، يجي كده ازاي؟ هيطير ولا ايه؟ بيشيل دقن عادي يعني. ده لسه بيتعلم. 5 دقايق بالظبط، مش طول عليكم. وقف شغل بس، كل الناس اللي شغاله اسمعوني بس 5 دقايق. قبل اي حاجه انا ببارك طبعا لاخويا وحبيب قلبي، ربنا يا رب يوفقه وربنا يجعل المكان كله خير وبركه. بص اللي جنبه باصص له ازاي؟ اللي هو ايه ده؟ انت مين اصلا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يعني انت جاي عندي ليه؟ الفيديو دوت انا عامله عشان انا عايز اكلمكم انتوا. عايزك تفهم حاجه كويسه، انت هنا شغال باسم الراجل ده. ايه شغال باسم الراجل ده؟ مش فاهم، كلهم اسمهم النرويجي ولا ايه؟ مكتوب عليه النرويجي، تمام؟ يعني انت دلوقتي لما تعمل حاجه غلط او تأثر في شغلك مش هيروح يقول انا رحت عند النرويجي وكان في حلاق عنده اسمه فلان. طب بيفكرني بايه؟ مين؟ طبعا انتوا عارفين ان اي قبطان قبل ما يجي الاكاديمي ايوه لازم يبقى قبطان. ايوه قبطان في قصته. اظبط قصتك تمام، تلاقي شغل تمام، امير البحار. مش عارف انا ايه الاوفر يا عم ده انت حلاق يا فظيع اسطى. قوي يا جدع. انت حلاق يا اسطى، ما تزرطش. ايه يا عم حلاق دي كمان؟ انت في ايه يعني؟ هو ايه سباك؟ ايه يا مؤاخذة سباك ايه؟ ايه يا اسطى الراجل؟ السلام عليكم. هو فين شريف نجم؟ عايزاه في ايه يعني؟ فين شريف نجم؟ عايزاه يعمل بروتين ومحدش يعمله غيره. طب هو دي نعرف في هيأخر؟ لا. السلام عليكم. ايه ده؟ داخل مستغرب. شريف نجم داخل مستغرب. ايه ده؟ انا بحلق للرجاله دي، ايه اللي جاب دي؟ ايه ده؟ فين؟ ايه اللي جاب عندنا؟ عمال تزعق وبتعلي صوتها فلسطينية. ايه ده؟ مين دي؟ بص انا مستغرب قوي انها موجود. ايه ده؟ انا عايز اعمل بروتين ضغط هنا. ضغط؟ الضغط ده في الجيم.
ضغط يا اسطى، ضغط يا اسطى، بص خلاص يا اسطى، خلاص ايه استهدى هو بالله. اي حد هيضحك خلاص يعني انت هتحلم وهتضحك. الواد تعب يا جدعان. حبيبي يابا. ايوه ايه اللي جابك يعني؟ حد قال لك ان ده كوافير حريمي؟ مفيش حد هيعملوا لي غيرك يا شريف يا نجم. طب ده ازاي برضه انا مش فاهم. هو كده بقى. يا اسطى مساجده يا اسطى. أيوة، مساجدة. مساجده ايوه، عايزه تقلد المساجده ومش دي بقى ساجده شكلها، دي سجدت مره واحده. انتوا الحلاقين دمكم تقيل اليومين دول. الحلاقين كلها دمها تقيل. دي سجدت مره واحده بس. ابويا كده بقى الدنيا بتخرف معايا. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. محدش هيعمله غيرك يا شريف. ضغط. ضغط. طب ماشي، اقول لك على حاجه، ما تقوليش لحد. هو حد من زمايلك يجي هنا تاني. عيب عليك. خلصانه؟ خلصانه. عشان خاطر النبي ما حد يجي تاني. خلصانه. يلا يابا. مظاهرات قدام محل الحلاقه. عايزين شريف نجمه يحلق لنا، عايزين شريف نجمه. عايزين البت اللي مع شريف نجمه دي يحلق لنا. اهدوا يا بنات. شكل كلمه مدمن. ايوه فعلا والله. بأمانة والله. عيب عليك. عرفت المحل منين؟ هو في حد ما يعرفش شريف نجمه؟ اللهم صل على هو في حد ما يعرفش شريف نجمه؟ شوية يا جدعان. ده انا كل ما ابص للسما اشوفه. كل ما وصل يا اسطى تعالى هنا يا اسطى نتفرج على الفيديو بتاع الراجل الوحش ده. في الحكومة مش عيب وحرام، العيب تجلي ضرب الأخصام، خلي اللي زولك يشوف إجرام، وطالما على حق ما تستناه. ايه ده ايه ده يا ده بيمشي في الشارع كده؟ لا يا عم. طب وده وش ولا يا عم لا. شريف نجمه ده صعب وعهد الله، ده محتاج حلقه لوحده، ده حلقه شريف نجمه دي. وبس كده الفيديو خلص. لو وصلت للنقطه دي من الفيديو فانزل اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر لقطه عجبتك في الفيديو. وبس كده يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. ده فيديو اليوتيوب شايف ان هو افضل ليك، فدوس عليه واتفرج. هو طبعا في تحتيه بني ادم بس طبعا مش هنشوفه. ده البني ادم اللي هو معاه ده بني ادم كان معايا كده. خش اتفرج على الفيديو ده، انزل اكتب كومنتات كتير. وبس كده انا شادي جي ان، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. سلام.